السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في كورة مع المصري. في البداية عنوان حلقتنا النهاردة إن شاء الله بداية الصحوة للأندية المصرية. الحمد لله الأندية المصرية أخيرا يعني ربنا كرمهم وخلى عندهم دم وبدأوا يكسبوا، خاصة إن الدور الأولاني في دور المجموعات بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية كانت نتائج بصراحة كلها سلبية، سواء للنادي الأهلي أو نادي الزمالك أو فيوتشر أو بيراميدز. لكن حاليا الحمد لله النادي الأهلي كسب القطن الكاميروني 3-0، وفي موقعة حربية هتبقى ما بين الأهلي وصن داونز هنتكلم عليها إن شاء الله في الحلقة دي. ونادي الزمالك قدر ربنا يكرمه اخيرا ويكسب الترجي التونسي امبارح باداء كويس 3-1، بنبارك لنادي الزمالك. ونادي بيراميدز النهارده كسب اسكو ديكار 4-1، بصراحه عمل مباراه كبيره جدا. وفيوتشر لحد دلوقتي الشوط الاولاني خلص بنتيجه 1-0 على الجيش الملكي. وعلى فكره الجيش الملكي يا جماعه فرقه تقيله قوي، فرقه جامده قوي 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 يعني بصراحه كاداء وكلاعب اجمد من الوداد ومن الرجاء. يعني انا شفت الجيش الملكي الشوط الاولاني مع فيوتشر، لا فرقه جامده قوي. فاتمنى ان شاء الله ان فيوتشر ربنا يكرمها ويكسبوا الماتش ده لانه ماتش صعب جدا مع الجيش الملكي. مباراة الاهلي وصن داونز، يعني هنحاول نقول كده نصايح على قد خبرتنا في الكوره، يعني عشان في جهابزه كتير بيقولوا ان الاهلي يروح يهاجم ويفتح خطوط ويضغط من قدام والكلام ده كله. النادي الاهلي لو ضغط من قدام صن داونز في مباراة يوم السبت هنشيل نتيجة تاريخية، يعني زي مباراة ال5-0 ممكن نشيلها تاني. واحد يقول لي يا عم انت بتقول ايه يا عم، 5-0 ايه وبتاع ايه ونتائج تاريخية ايه؟ اقول لك بس اسمع مني. النادي الاهلي عنده اصابات كتير وفي اجهاد جامد قوي باين على لعيبه النادي الاهلي من ساعه ما رجعوا من كاس العالم للانديه. مش عارف في لعنه كده في كاس العالم للانديه، يعني احنا مش عايزين نوصل كاس العالم للانديه، مش عايزين نلعب فيه اصلا. كل سنه النادي الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه، اول ما يرجع من كاس العالم للانديه نشوف نتائج سودة وايام سودة وبنشوف حاجات غريبه. انا اهلاوي وقلت لحضراتكم قبل كده، لكن النادي الاهلي فيه حاجه غلط بصراحه في حكايه كاس العالم للانديه. كل سنه لو نلاحظ نعمل اداء جامد قوي في كاس العالم للانديه ونقابل فرق تقيله ونعمل ماتشات جميله وناخد برونزيه. السنه دي ربنا ما قربناش وما خدناش البرونزيه، لكن الاهلي عمل اداء جميل قدام ريال مدريد وقدام فلامينجو وقدام سياتل وقدام اوكلاند، وعملنا مباريات ولا اروع. نرجع من كاس العالم للانديه نخسر بقى من الهلال السوداني ونتعادل بقى مع سان داونز 2-2، وكنا هنخسر في القاهره ونشوف ايام ما يعلم بها الا ربنا. نصيحتي لمارسيل كولر والنبي عشان خاطر يا عم كولر ما تخرفش في الماتش ده. الماتش ده هتضغط من قدام وهتلعب بقى ان انت فاتح دفاعك وان انت بقى راجل رايح تكسب بقى ورايح تعمل ورايح تسوي، والله هنشيل نتيجه تاريخيه. انا اللي بقول لحضراتكم من دلوقتي الاهلي لازم يلعب بطريقه توازن، وبالذات دفاع الاهلي في مصيبه سودة. لحد امبارح في مباراه المقاولين الدفاع بتاع الاهلي بجد كارثي كارثي. وصن داونز مش زي المقاولين. صن داونز لو لقوا مساحه خاصه ورا علي معلول اقسم بالله يعني مش عارف اقول لحضراتكم ايه، احنا هنشيل يعني هنشيل شيله جامده من الاخر. فيا عم كولر الله يبارك لك، عشان احنا عندنا الضغط والسكر فبلاش ايه تعليه علينا. ماتش سان داونز ما تهاجمش من اول المباراه وما تدخلش ضاغط وما تدخلش تعمل الحاجات اللي انت بتعملها وشويه الحاجات كده ايه اللعيبه الغريبه اللي انت بتشاركها كده والكلام ده كله. خاصة ان احنا عندنا اصابات لغايه دلوقتي مش متاكدين ان حسين الشحات هيلعب واحمد عبد القادر ولا لا. وبصراحه هما الاثنين فرقوا قوي يا جماعه من بعد الاصابه، واحنا خدنا بالنا ان الاهلي مع حسين الشحات حاجه ومن غير حسين الشحات الايام دي بصراحه حاجه تانية. بالنسبه لخط النص يا عم ديانج الله يبارك لك فوق، بس الماتش ده بالنسبه لي وبالنسبه لكل الاهلاويه هي مباراه العمر. زي امبارح كده مباراه الزمالك والترجي، وانا ببارك لكل الزملكاويه مليون مبروك عليكم بصراحه تستاهلوا المكسب. كان مباراه العمر، لان الماتش ده يا هتتاهل يا بره. ماتش سان داونز لو الاهلي ما كسبش بره، انا بقول من دلوقتي. واحد يقول لي يا عم ده التعادل كويس ومش عارف ايه وعشان سان داونز يروح يقابل الهلال ويكسب الهلال، لا مفيش الكلام ده. سان داونز مصلحته انه يخرجك، فاحنا لو تعادلنا مع سان داونز كده كده هم هيصعدوا على حسابنا، هيبقى سان داونز والهلال، لان سان داونز ممكن يسيب الماتش للهلال ان الهلال يكسبه وسان داونز يدي القطن وشكرا والاهلي كده يبقى بره.
حسابيا يبقى الاهلي بره، حتى لو تعادل مع سان داونز في النقط هياخدوا المواجهات المباشره، هتبقى في مصلحه سان داونز. الا بقى لو الاهلي تعادل مع سان داونز 3-3 او 2-2 ويبقى فرق الاهداف، يعني الاهلي بقى يحاول يمسك القطن يديله 8-9 مثلا على قد ما يقدر بقى في المباراه اللي هي اللي بعدها. طب ليه ندخل نفسنا في وجع القلب ده؟ ماتش سان داونز يا جماعه هو حياه او موت بالنسبه لكل الاهلاويه وبالنسبه للنادي الاهلي، فلازم وانا بقول من دلوقتي نلعب بخطه متوازنه ونحاول نقفل دفاعنا على قد ما نقدر، نحاول نعدي اول شوط كده ايه على خير، لان دفاع سان داونز وحش وده احنا شفناه في المباراه الاولانيه اللي كانت في استاد السلام. لا دفاع سان داونز على فكره كارثي، فالاهلي يقدر في اي وقت يجيب فيهم جول، سواء بقى كره ثابته سواء هجمه مرتده ربنا يكرمنا فيها، بس اهم حاجه ما نلبسش جوال هناك. اهم حاجه يا عم كولر الله يبارك لك، بلاش الخطط وبلاش مساحه الملاعب، يعني انا بشوف كده حاجات غريبه والله في الملعب، يعني النادي الاهلي بيسيب مساحات غريبه. اي فرقه تقدر تهدد الاهلي، اي فرقه، واحنا شفنا مباراه الداخليه ب10 لعيبه عرفوا يتعدوا مع الاهلي. فالمباراه دي بالذات هي مباراه حياه او موت بالنسبه لنا ككل اهلاويه، مباراه حياه او موت. كده نكون وصلنا يا جماعه لنهايه حلقتنا. متنسوش الدعم والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، واتمنى ان تكون الحلقه عجبت حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.